الدكتور حماد الموسوس. ايوه انا الدكتور حماد الموسوس. انا انسان اكره الوساخه، اكره التراب، اكره الذباب، اكره اي حاجه مش تمام. ايش هذا؟ نعم هذا مركبها لي ونان حق ذبابي. ايش ده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت ما فيش داعي للمصافحة، وانت بعيد شو المتر بيني وبينك؟ انت عارف الايام الامراض منتشرة وزي هذه الحاجات. تعال. لا افتح عزام مالك يا عزام؟ هدا انا حقين عند الدكتور بالعالجة. هدا يا اخي الله يرضى عليك. الاستاذ عزام. الاستاذ عزام بشحنه ولحمه تعرفه؟ ماله ايش جرى له؟ ايش اللي حصل له؟ والله استغفر الله صدمة نفسية عصبية كذا. الاستاذ عزام درسنا بالثانوية. لا حول ولا قوة الا بالله. قل لي ايش اللي حصل له بالضبط؟ هو اصلا خاطب له 20 سنة، بعدين بيني وبينك اهل بيته اهل خطيبته شرطوا عليه انه بيت ملك يشتو. وما يسمعوا بيت ملك. طيب هو في ساكن الان؟ ساكن عندي بالبيت. سهل محلولة. عنده دكتور ولا مجنون ده ولا؟ اكيد انت عزام وقف تبي. عايز سهل. خليه يتزوج عندك داخل البيت. قد اقول لكم مجنون الدكتور. قد اقول لك اشتري له بيت من نفسه ملك، مش انه انا اشاركه بالبيت، هو بيتي وبيته. طيب فين المشكلة؟ عندك المشكلة عدو عندي، المشكلة انه اهل خطيبته يشتروا له بيت. يعني بعدين في مشكلة ثانية. انه اهل خطيبته زوجوا خطيبته على واحد ثاني، الرجال قرح فيه. يعني بعد ما تزوجت طليقته؟ يا اخي خطيبته بلا جنان، لكن من بعدنا في عقل. مش مهم. طريقته فين طريقته؟ مش مهم خطيبته طليقته، زوجت. المهم نعرف ايش نوع الصدمة الذي عنده. زوجت. طيب قل لي كيف شهيته بالقتل؟ عيد الحاجة اللي ما غيرش. كمل الرسل. والله صبح وليل هات كيف انا جيعان، وانا اخي قلت حرام تعبان ياكل اي حاجة ما شاء الله تقول ثور. يعني بدل ما هو عزان رجع خزان. ايش خزان ده ابو زغمي؟ عادي في حالات كثير كذا تشابه هذه الحالة، لما ينصدموا حرفيا يكملوا الراشان فوق الاكل. طيب يا دكتور والحل؟ الحل الان انا بعمل له تيست. ايش تيست؟ التيست هذا يصبحوه ولا يوم دقيقة مثلك وتحمض ايش من تيست يا دكتور؟ يا ابني انا اقول لك بعمل له تيست هذا بالمصطلح اللاتيني. يعني بالمصطلح المحلي يعني انا بعمل له فحص. يعني بتحصل. ايوه يلا قول. بعمل له اختبار. عليك نور. يلا دكتور. ده مش دكتور، ده مجنون رسمي. نسرين ناصر. ايوه ناصر. يا دكتور ايش القصة؟ راعي. يلا هنا. سميرة. سمير. ايش ما قلنا كل وكان صحيح الله تو الباقي. عرفت المشكلة فين؟ طب متأكد؟ تعال بكلمك. يا سمير اخوك عنده صدمة، يعني عنده مرض الميسوجونيا. لما صرنا الجنية عدنا خرجنا من رمضان مسرح لما صرنا الجنية. يا ابني انا اكره الاغبياء. اقول لك الميسوجونيا هذا بالمصطلح اللاتيني، يعني بالمصطلح المحلي كاره النساء، يعني يكره الحريم. اوه ليش طيب؟ من الصدمة اللي حصل له من خطيبته. من الصدمة الان اصبح كاره الحريم. صح انا ذكرت امس مسك خالة خديجة كان بيبحر بالارض انا فارعته. قلت ماله الليل كذا بيشوف اي حرمة بيبحرها، يعني اي حرمة اي حاجة وبتذكر اي حاجة مؤنث بينقرع. اي حاجة مؤنث. اي حاجة مؤنث. والحل يا دكتور؟ الحل اخوك مش لازم يشوف اي انثى حاليا، ولا لازم انك تذكر له اي حاجة مؤنث لغاية شهر. طيب وانا بسكر لك دواء ولازم انك تشيله من الصيدلية. خلاص. صيدلية من مخزن الادوية. ليه تقرح فيوز؟
يعني اي حاجه مؤنث تصير. اي حاجه مؤنث طيب وانا اذكر له حاجه مذكر اسكت. ايوه تذكر له حاجه اوه مذكر. ده شغل وده شغل ده. خلاص الان تقدر تشيله. اشيله فين؟ ايوه ارجع لي بعد شهر. اشيله فين؟ كل حاجه مؤنثه، ها كل شيء مؤنث هنا. ها مذكر فيه برضه، في مذكر. اوه كيف سيبك يا عزام؟ قم قم قم. الدواء هذا قلت لي من فين؟ من مخزن الادويه. مخزن الادويه. يلا يا اخي يلا، جبتنا عند واحد مقرح فيوز ها، لكن انا صاحي لك. امشي امشي امشي، انا بفضي لك البيت ولا يهمك، ولا بخليك تشوف حاجه مؤنث ولا يهمك. ايش هذا؟ عبده ما صفاش المستشفى. عبده من يجعل لك احمد سلم يطلع فوقك. يلا وصلنا البيت والحمد لله. روح ارقد لك الان، شربت الدواء روح ارقد. تمام اخوي سليم انا جيعان. ما جيان يا اخي، اكلتك عدان المطعم. ماليش دخل ماليش دخل، انا جيعان ارحمنا. انا جيعان. روح شوف اي حاجه من الثلاجه. ثلاجه كيف اسوي بقى لما تروح؟ ها بيشوف حاجه مؤنث داخل البيت. من سعاد؟ ايوه ايش جابك؟ كيف ايش جابني؟ وانا يوم اتصلت بك قلت له اعمل بتهاني ما جيتش. سعاد مقطوع الصوت عليها ما شاء الله عليك. تطلع له يربي قطع الصوت من فوق. اقول لك انا اتصلت بك تجيب بتهاني ما جيتش. ايش اتصل بك؟ انا حاوج مع هذا الدكتور. اقول لك بفهمك عن الموضوع. نقصي صوتك نقصي صوتك. انا بصوتي ليش؟ وانا اقول ليش انا ما جيتش لانك بتهاني لو تلعب بدالك. هاي ايش من ديل وايش من باطن مالك انت؟ لا انت بتبغى تخرجي. انا اقول لك فمينا خليني اشرح لك الموضوع. اسمه خليني اشرح لك تقاطعينا مالك. اهدي ما في حاجه، بس نقصي صوتك. او ليش انا صوتي؟ عزام راقد. الخزان اخي عزام. وانا ايش دخلني فيه بو؟ شلت على الوريده مش داري؟ طب هدي خلاص بعدين بفهمك بعدين تروحي بيتها لك الان. اسمعني انت مخادع. وخادع وبايع وقلبك خطر ولا شو ايديا ما بين البحر. ما نقدر ندير رومانسيه ومخادع وعتاب. ما عليك، انا اقدر اسوي كمان اليوم احسن مني. ما عليك. كيف سكريني انا سكريني انا بالله يا ام علي. ايوه مخادع. سكريني ايوه مخادع. ما لما بتعجبوني سكريني. هل عندك شك أنك أحلى وأغلى امرأة في الدنيا وأهم امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك أن دخولك في خير وأعظم يوم في التاريخ وأجمل خبر في الدنيا؟ كيف يبين يا ام علي حرام عليك. يا سليم عم فين يا سليم انا جيعان. احكي بس ما اقول لك يعني تعبنا. هذا عزام تعبان. ايوه حالته النفسيه تعبانه. وبعدين اهل خطيبته زوجوا خطيبته لواحد ثاني. الرجال قرح فلوس. كيف يسوي انا؟ يا ربي يعني مسكين. المشكله مش دي. ها لما تذكر له حاجه مع الناس الذي يسترع يتجنن. ها وانت ايش؟ مع الناس ولا مذكرك؟ انا ايش فاهم؟ انا الاثنين. لا انا ما اشوف انك مذكر. يا عزام اسمع يا سليم. ايوه انا عجزت اكل انا. لا تجيش انا بجيب لك الاكل. لا تجيش. روحي خرجي روحي. اقول لك بيشوفك. ما هيك يا سليم لا انت بتجينا من هنا ولا من هنا؟ يا سليم.
تغطوا قليل قواعد. تغطوا يقعد. ايش دورك؟ هذا تمثال الحرية. الأحرار. تمثال الأحرار. شوف هذا لقيته من صديق أمانة بسلمه. وليش اول مره شفت تمثال هكذا؟ هذا تمثال صيني يتهزز من أمريكا قالوا. ايش عليك؟ يعني أمانة أرجعه. روح تغدى كل أي حاجة، روتي خبز أي حاجة. لقيت حاجه بالمطبخ. كل حاجة من الشولة من أي مكان. طيب يلا بس خلاص انت سويتي الحرية من زمان. الان خلاص يا بنت الناس روحي اتصرفي. انا بعدين باجي البيت لمدة شهر عشان ابن يا سليم اي اجي افهم. ما لقيت حاجه بالسوله. ها الحمد لله انها رمت. ما شاء الله هذه ها ما شاء الله. ها ما لقيت حاجه بالسوله. قالت حاجة ايش؟ كيف ما لقيت حاجة بالشولة؟ الشولة عنك ما لو ما استرعش. ها؟ والله العلاج بيقول المشاكل. بقول لك حاجة في بالكبات تمام؟ في بسكوت ابو ولد بسكوت اي حاجة كل وانا بزيدك عشان كملتني البياس حقي الراتب. طيب يلا روح. عايز بسكوت ولا؟ ها؟ بسكوت ولا؟ عزان الحق الحرمة ادور بيت ايجار ولا كيف اسوي ولا كيف اعمل. اول ما نبدي وش نقول الصلاة على الرسول عروسة دمعت بدرها وعريس دعمها وغدرها عروسة دمعت بدرها وعريس دعمها وغدرها ينتهب وباركونا بيوم عرسها الهلوله. يا سلام حلو الفيلم اللي سويته لي حلو صراحة. انت ممثل محمد رمضان مزيك ما اسكت ودريت بالقصة كلها انا. طيب بفهمك مليه ايش فهمها مش تفهم حاجة انا. اسكت وبعدين ايش بعد اخوك من سنة دي القطمان رز كنت احسب ذوقك مليح. هذه شامة الدكتور ذاك البعسيس عماد مليه اخوها ودنا اقول اللي تورط. طيب ليش تكذب عليها؟ عشان اخوك اخوه ولا بالدنيا كيف؟ هذا بيتي وبيتك احنا ورثناه من ابي. والله شرطوا علي. شرطوا عليك ما شرطوا تدبر نفسك ولا تعال اسكت معي هنا وانت رجال. اما تسمع لي كنت مرز ولا عادي انا بساعدك فوق الايجار. لا تساعد ناس. عشان بالذات نقل الحياه وقاك ناشف كمان فاصوليا عنده سيف. والله بخبطك اقسم بالله بس قلت اخي عيب يوم زواجه مش بهدلبك قدام الناس كلهم. هرب كده هرب. كيف؟ هذه لما توصلك سيلة حبة بردين. الله يسهل لك زواج بس كون مرجل مش تكذب عليها. انا مذكر مؤنث من بكره انا من بكره يا محامي تمام زواج عيش حياتك. انا بروح عند المحامي عشان نروح يعمل لنا قراءات البيع والشراء. لا ايش لا اسكت. لا سليم لا تبيعوش البيت عشان انتوا اخوان. انا ماشي فارق بينكم. اسمع بتزوج وداخل البيت معاكم باقيش. زوجتك بتكون اختين ولا انتم تفارقوا. هذا كان قرار اخواني بس هذا مصيري يعني وانا الذي باقيش. حرام لا تبيعوش البيت يا انا عزام. اقدر ابيك خازوقه. اسمع غزوقة الله يجزيك انتم جايبك غزوقة. طلعت اصيلة هذه الرب هذه طلعت اصيلة احسن منك. شوف ايش الكلام قاله اجلسوا عيشوا سوا نعيش سوا ناكل لقمة سوا. يعني قلبي على قلبك يدي على يدك. الربع دي تقول والله يا قطم الراس اننا ببوسك براسك بس كنت عيب. الله يحفظك يا اخي والله سامحنا. ما بعدين ما اقدرش اسامحك. الان ما فيش يعني حاجه تخليني اسامحك. خليني هذا يومين واجي لك شو حياتك
يعني شو يقولوا القفص الذهبي والحركات دي تمام؟ سليم. خلاص عشان يا سليم. خلاص بكره بجيب زوجتي يا رب بجيب زوجتي عشان يا سليم. خلاص بجيب زوجتي سؤال خلاص الف مبروك يا اخي ما مخلة بالدنيا تعال تعال الف مبروك اسمع يا حبيبي عزام زوجتك بعد الكرم انا بوديكم فندق ارجان السياحي والله احجز لكم يوم تمام؟ والله تعال عبال مكانك عبال خليك يكمل لك بنروح فندق ارجان السياحي بنروح فين؟ بنروح ثاني عند هابين شكلك شكلات دبي بشتري لك شكلك تمام ما تاكلش شكلك بنروح ثاني مطعم الشرق الاوسط السياحي الف الغدينا هتيجي انت ومرتك والله اوكي بدنا جيعان لا 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 وبعدين بنروح بنشل بخور والعطور مع السنة نجيب للعطور والبخور عشان تعرس كيف كرمنا يا اخي وش تعرس ها؟ حاجه واحده لو سمحت لا 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 طلبش حاجه واحده لو سمحت طلب انا اصلا عندنا مشكله ليش الدبله والمحبس تمام ولازم يعني تودينا الاسطوره للذهب والمجوهرات فين الاسطوره المجوهرات الأسطورة للذهب والمجوهرات محمد بن شلوع استشهد للمحبس بالله عليك فكر الغنية لا تعلى الرسول لا اله الا الله اول ما نبدي وش